يا هلا بأجدع جمهور في الدنيا. دي الحلقة 7 يا جماعة من سلسلة كلمات، والنهاردة عندنا 3 كلمات مبنيين طبعا على الأمثلة والشخصيات بتاعتنا القديمة. تعبان والكرسي المكسور والموبايل المزعج، الحاجات اللي خدناها قبل كده لو انت متابع بانتظام. أول كلمة معانا النهاردة هي كلمة noisy. noisy معناها دوشة. عارف الدوشة؟ او باللغه العربيه الفصحى بنقول صاخب، حاجه اللي هي ايه، صوتها عالي زياده عن اللزوم. طيب شوف معايا كده الجمله دي وحاول انك انت تكتب ورايا. The classroom was so noisy because the talkative kid was shouting on his chair. يعني عايز يقول لك ان الفصل بتاعنا خلاص كان صاخب جدا عشان الواد الرغاي كان عمال يزعق على الكرسي بتاعه. الكلمة الثانية هي كلمة dirty. حاشاكم dirty أو dirty. اوكي، dirty معناها متسخ غير نظيف. The table was so dirty after the hungry students finished eating. يعني عايز يقول لك إن الترابيزة كانت مبهدلة بعد ما الطلبة الجعانة خلصوا أكل. آخر كلمة معانا النهاردة هي كلمة helpful. معناها يساعد أو متعاون، ممكن أقول مفيد، ممكن تترجمها حاجات كتير. بقول لك The sleepy teacher had a helpful student who cleaned the window. يعني المدرس النعسان عنده طالب مفيد أو متعاون، هو بنفسه الطالب ده اللي نظف النافذة.